شركة التكنولوجيا شركة شاومي بدأت تنزل عربيات كهرباء وأطلقت أول سيارة كهرباء ليها. أهلا بيكم، أنا أيمن محمد ومعاكم من برنامج اي رايد. أول خبر بيقول إن إيه هي أفضل سيارة كهربائية في فئة الفاميلي كارز اللي ممكن تشتريها في 2024. أما تاني خبر معانا هو بدء دمج تشات جي بي تي في السيارات الكهرباء اللي بتنزل. ثالث خبر معانا وهو شركة التكنولوجيا شركة شاومي بدأت تنزل عربيات كهرباء وأطلقت أول سيارة كهرباء ليها. رابع خبر معانا وهو مبيعات شركة BYD لأول مرة في تاريخها بتتخطى مبيعات شركة تسلا في السيارات الكهرباء. أما بالنسبة للأخبار المحلية فعندنا خبرين مهمين. أول خبر وهو دخول شواحن جديدة للنتورك الخاصة بمصر من عدة شركات مقدمة للخدمة، والخبر الثاني إن هو تقليل رسوم نقل ملكية السيارات الكهرباء. شركة كيا العالمية نزلت فاميلي كار كهرباء وهي كيا EV9. قالوا إن هي بتحقق كل متطلبات المواطن الأمريكي اللي عايز يركب عربية تكون كهرباء وفي فئة الفاميلي كار اللي هي 7 سيتس، الى جانب ان هي كمان عربيه مريحه وسعرها كويس بالنسبه مقارنه بالعربيات الفاميلي كار اللي موجوده، الى جانب كمان ان دي تعتبر اول فاميلي كار نازله ببطاريه الجهد بتاعها 800 فولت. 800 فولت اللي هو الجهد العالي، ودوت بيخليها عربيه تقدر تشحن في وقت قليل جدا. اما بالنسبه لتاني خبر معانا وهو بدء دمج تشات جي بي تي. يمكن كلنا عارفين تشات جي بي تي واستخدمناه مؤخرا في العربيات الكهرباء. طب ده هيفرق ايه عن السيستمز الموجوده؟ تشات جي بي تي هو يعتبر ناتشورال لانجويج اي اي، ذكاء اصطناعي، ولكن بيعتمد في محادثته معاك ان هي تحس ان هي محادثه طبيعيه جدا كانك بتتكلم مع حد، وده هيبدا يخلي العربيه تخش في كاتيجوري تاني. بدل ما مجرد بتديها كوماندز او اوامر تنفذها، انت بقى ممكن تتشات مع العربيه طول ما انت سايق. لو انت مثلا حاسس بستريس، العربيه هتبدا تختار لك المزيكا اللي انت عايزها، تسالها على اماكن انت رايحها. هتبقى العربيه كل خصائص الذكاء الاصطناعي اللي موجوده هتكون موجودة في العربية وبتتكلم مع العربية. يعني أنا كنت بسأل السيستم أو تشات جي بي تي، بقول له إن أنا عندي انترفيو في شركة تسلا عن بيع العربيات الكهرباء وعايزك تسيموليت معايا أو تعمل لي محاكاة عن الانترفيو ممكن يكون عامل ازاي، وبدأ يسألني أسئلة وكان في ديسكشن ظريفة جدا. فأعتقد حاجة زي كده هتنقل الانفوتينمنت سيستم بتاع العربيات وفكرة الفويس كوماندز لحتة تانية مع دمج الشات جي بي تي. VW ID.7 هيكون موجود فيها، مدمج فيها تشات جي بي تي، فدي من الأخبار الحلوة اللي ممكن كمان تكون تهم كل عشاق واللي مهتمين بامتلاك عربية VW. Great future awaits. اما بالنسبه لثالث خبر وهو خبر اول ما نزل كسر الدنيا، وهي ان شركه شاومي شركه الموبايلات والتكنولوجي اللي احنا عارفينها المشهوره بالموبايلات نزلت اول عربيه كهرباء ليها. وما نزلتش عربيه كهرباء عاديه، دي نزلت عربيه كهرباء في الفئه الرياضيه بتنافس بيها البورش تايكان. بتنافس بيها بورش تايكان في الهورس باور، في الاكسلريشن، في كل الامكانيات الخاصه بالعربيه. مش بس كامكانيات خاصه بالعربيه، لدرجه ان العربيه فعلا شبه البورش تايكان. طبعا سعر العربية لم يعلن حتى الآن، ولكن واضح ان هي هتكون عربية منافسة جدا في الفئة بتاعتها. وشركة شاومي بتوعد انها هتكون عربية سعرها ريزنبل زي ما رئيس الشركة قال، او يعني قال ان هي هيكون سعرها منطقي بالنسبة للامكانيات اللي بتقدمها. ولما حد قال له ان هل ممكن سعر العربية هيكون رخيص، قال له يا ريت نحترم التكنولوجيا اللي موجوده في العربيه ونقول ان السعر هيكون منطقي، لا هو سعر غالي ولا هو سعر رخيص. الجميل كمان ان العربيه ديت نازله بتكنولوجي بطاريات كاتل اللي هي كوالن، والبطاريات ديت اللي هي بتكنولوجي سيل تو باك، نفس فكره البليد باتري، ولكن الكيمستري بتاعت البطاريه مختلفه. بدل ما بيستخدموا الليثيوم ايرون فوسفيت او LFP هيستخدموا NMC. طبعا زي ما احنا عارفين NMC الانرجي دينستي بتاعتها اعلى، فانت كده خدت ميزتين. خدت ميزه الديزاين اللي هو هيخلي العربيه الافشنسي بتاعتها عاليه قوي لان البطاريه حجمها صغر، وفي نفس الوقت الان ام سي الانرجي دينستي بتاعتها اعلى. نازل منها فئتين، نازل منها فئه اسمها SU7 دي اول موديل، والفيرجن الاعلى منها اسمها SU7 ماكس. SU دي اختصار سبيد الترا، و7 دي هتكون ال7 زي 7 سيريز كده الخاصه بالعربيات السبورت اللي هتنزلها شاومي دايما.
عربياتها امكانياتها اول فئه بتتسارع من 0 ل 100 في 5.2 ثانيه. الرينج بتاعها من الشحنه الواحده 670 كيلو متر. التوب سبيد 210 كيلو متر في الساعه. اما الهورس باور بتاع العربيه 299 هورس باور، يعني تقريبا 300 حصان، والتورك بتاعها او عزمها 400 نيوتن متر. اما الفئه الثانيه معايا وهي الاس يو في ماكس، فمواصفاتها كالاتي: بتتسارع من 0 ل 100 في 2.7 ثانيه. ماكسيموم هورس باور بتاعها اللي موجود هو اكتر من 670 حصان. اما العزم بتاع العربيه وهو 838 نيوتن متر. لكم ان تتخيلوا دي اول عربيه شاومي بتنزلها في الفئه ديت، شوفوا امكانياتها عامله ازاي. اما الخبر الرابع معانا وهو ان مبيعات شركه BYD، الشركه طبعا المتصدره في صناعه البطاريات حاليا، واكتر بطاريات عربيات اتباعت في العالم هي بطاريات BYD، فلاول مره مبيعاتها بتعدي مبيعات شركه تسلا. الخبر ده يهمنا في ايه؟ يهمنا ان شركه BYD الشركه الصينيه اللي كان من 5 سنين او 4 سنين يمكن ما توقعناش ان هي تعمل النجاح دوت، ولكن دلوقتي بقت عملت انتشار كبير جدا في العالم، انتشرت جدا في اوروبا، الى جانب كمان ان احنا عندنا في مصر يمكن الناس بدات كمان تجيب عربيات BYD بسبب جوده العربيات اللي عملتها. طبعا مبيعات BYD عشان ما نتخمش في الارقام برضو نقدر نقول هي تفوقت في عدد المبيعات وفي الارقام عن تسلا، لان زي ما احنا عارفين BYD عندها يعني بورتفوليو كبير قوي في العربيات اللي بتقدمها، من اول عربيات BYD سيجال اللي ثمنها تقريبا $11,000 11 $13,000، والفئه دي مش موجوده طبعا في تسلا، فاكيد العربيات الارخص هتبيع اكتر من العربيات اللي زي تسلا اللي بتبدا مثلا وليكن من حوالي $30,000 فيما فوق بالنسبه للفيرجن الصيني يعني. فهل بقى هنشوف في الفترة الجاية منافسة تسلا تخش في فئة العربيات الاقتصادية زي ما BYD عملت عربية ثمنها زي ما قلنا $10,000 زي BYD سيجال؟ وهل نشوف برضو العكس صحيح ان BYD تبدأ تعمل عربيات بريميوم اكتر زي اللي بتقدمها شركة تسلا؟ فنشوف الارقام هتبقى عاملة ازاي. ولكن ده خبر حلو يورينا ان البراندات الصيني وشركة BYD بالتحديد بدأت تخش المجال، مش بدأت تخش، دخلت المجال بمنتهى القوة في صناعة سيارات الكهرباء. اما بالنسبة للاخبار المحلية فعندنا خبرين ممكن يكونوا مهمين لكل ممتلكي السيارات الكهربائية او اللي بيفكر يمتلك سيارة كهربائية. اول خبر معانا شركة انفينيتي دخلت شواحن جديدة للنتورك بتاعتها، والى جانب برضو بعض الشركات الاخرى زي شركة شاحن في محطات جديدة بتركب كل يوم، وده طبعا بيخلي النتورك تكبر وبيخلي ملاك السيارات الكهربائية يطمنوا اكتر على مستقبل التحرك بالعربية الكهرباء، مش بس تكون سيتي كار، ولكن كمان في السفر والتحرك في العربية بأي مكان، على انها تديك طبعا رينج اكتر وهتبقى مطمن ان انت موجود شواحن هقدر اشحنها واخد رينج اكبر من العربيه في الرحله بتاعتي. اما الخبر الاخير معانا واللي مهم جدا وهيبسط ناس كتير خاصه اللي مقبلين على شراء سيارات كهربائيه، وهو ان رسوم نقل ملكيه العربيات الكهرباء بقت اقل بكتير من الاجراءات في الاول كانت بيضاف على العربيه 2 و3% من قيمه العربيه، فده كان بيخلي رسوم نقل ملكيه كبيره. الشهر العقاري حدد قيمة نقل العربيات الكهرباء حسب قدرة الموتور بتاعها، فاللي خلى لحد لو العربية لحد 200 هورس باور هيكون تقريبا نقل الملكية بتاعها بأقل من 8000 جنيه أو تقريبا بالظبط 7000 جنيه. كده بيورينا ان العربية الكهرباء أصبحت اقتصادياتها حلوة جدا لأي حد بيفكر يشتريها، من أول طبعا ترخيص العربية اللي هو ما بيتعداش ال3 وال4000 جنيه لو هترخصها لمدة 3 سنين، لأن العربية ما عليهاش نفس الضرايب اللي موجودة على العربية بنزين، إلى جانب كمان نقل الملكية بقى رخيص جدا، وطبعا المصاريف التشغيل والصيانة والكلام ده كله بقت هايلة جدا. فكده أصبح كل حاجه واخده دعم، السيارة الكهربائية واخده دعم في مصر بشكل كويس جدا في الجزء دوت، وخاصه اللي بيفكروا يستوردوا عربيات بنفسهم ويطمنوا ان المصاريف فعلا كل حاجه هتكون كويسه جدا. دي كانت اول حلقه معانا في برنامج اي رايد، انتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده واخبار جديده عن السيارات الكهربائيه في العالم وداخل مصر ان شاء الله. شكرا لكم.